لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك، عليك أولا أن تمسح ذنوبك، وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك، 3 فرص في الحياة الدنيا، و3 فرص في حياة القبر، و3 فرص في الحياة الآخرة. هذه 9 فرص، بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله. في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة، الفرصة الثانية المصائب، الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات. في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة، الفرصة الثانية الحسنات الجارية، الفرصة الثالثة شدة القبر. أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك، الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك، الفرصة الثالثة شفاعة الشافعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم ستكون الحلقة مختلفة نوعا ما. أخونا الرسام المبدع عبد الرحمن صاحب الأنامل الذهبية سيكون ضيفنا في هذه الحلقة، وهو لديه بعض الأسئلة والمناقشات أنا أخشى أنها تتحول إلى مناظرة في النهاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا عبد الرحمن، الله يحفظك. طبعا تفضل. هذه يا عبد الرحمن شبهة من الشيطان أقنع بها الكثيرين للأسف، وأنا كنت لا أعرف كيف أدخل على الشخص الذي أقنعه الشيطان بهذه الشبهة، إلى أن قرأت حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختصر لي الموضوع تماما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال إبليس، يعني إبليس يخاطب الله، قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر. هذا رد رباني يكفينا والله، لأنه يعني أنك لو استمريت تقع في نفس الذنب طوال عمرك فإنه سبحانه سيغفر لك إذا تبت إليه في كل مرة. وأنت يا عبد الرحمن لو فكرت الموضوع ستجد أن الإنسان يقع بالذنب ويقع بالتوبة، فلما احتار من كثرة تكرار التوبة والذنب قرر أن يترك التوبة. يا أخي اترك الذنب، لماذا تترك التوبة؟ هذا مثل الشخص الذي كان يمشي على الأرض الحارة بنعليه فانقطعت نعله اليمنى فصارت رجله اليمنى تحترق في الأرض ورجله اليسرى سليمة لأنها بالنعل، فقال بينه وبين نفسه: أنا إلى متى قدمي اليمنى تحترق والأخرى سليمة؟ سأترك النعل الأخرى لكي تحترق القدمان جميعا. صراحة هذا شيء مضحك. أولا لست أنا الذي قال ذلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله يا عبد الرحمن، ألا تظن أن الله يسمعك وأنت تقول هذا الكلام بينك وبين نفسك؟ هذا خداع، وأنت تخادع من؟ اسمح لي أن أضرب لك مثال. لو أن قاضيا من القضاة يقبل كل من حلف عنده اليمين ولا يرد أحدا، فقال المتهم لزميله في ممر المحكمة: أنا إذن سأفعل ما أشتهي من جرائم ثم آتي لهذا القاضي وأحلف له اليمين وهو سيصدقني. وكان القاضي موجودا بالصدفة في الممر فسمعه وهو يقول هذا الكلام. بالله عليك، هل سيقبل منه إذا حلف له مرة أخرى؟ الجواب لا طبعا. ولله المثل الأعلى، الله يسمعنا الآن ماذا نقول. قد لا يقبل الله توبة من يقول هذا بينه وبين نفسه، لأنها ليست توبة صادقة بل توبة متلاعب. وقد قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الفرق هو التخطيط. الأول خطط للتوبة قبل فعل الذنب ثم فعله وقال تبت. أما الثاني فلم يكن ينوي المعصية أصلا، ولكنه وقع فيها لضعفه ولبشريته فتاب بلا تخطيط مسبق للتوبة بعد الاستمتاع من الذنب. أصلا قد يدركك الموت قبل أن تعزم على التوبة، فلماذا لا تتوب من الآن يا عبد الرحمن؟
الله المستعان. عبد الرحمن، أنت هل تذهب للعمل في كل يوم؟ ولماذا تذهب؟ ابقى في البيت إلى أن يرزقك الله. فكما أن الهداية بيد الله تعالى فالرزق أيضا بيد الله تعالى. لماذا في حقوق الله تعالى لا تعمل وفي حقوقك وحاجاتك تعمل؟ هل هذا عدل؟ هل هذا إحسان؟ أليس الله يأمر بالعدل والإحسان؟ أعلم أن الهداية بيد الله، ولكن الله أمرنا بالعمل وهو سيزيدنا من هذه الهداية. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. صحيح، وهذا فضل الله تعالى، ولكن هل ترضى أن تعلق مصيرك وجنتك ونارك على احتمال؟ دعني أسألك سؤالا: أليس من الممكن أن المظلي الذي يقفز من الطائرة تنفتح مظلته بدون أن يسحب الخيط؟ ألا يحدث هذا أحيانا؟ أن الله يفتح مظلته بتقدير من عنده وبدون تدخل المظلي؟ طيب، تخيل لو أن عطلا وقع بطائرة فقفز كل من فيها بمظلاتهم، وكان بينهم رجل أعمى قفز بمظلته ولكنها لم تفتح، فالناس يقول له: افتح مظلتك. يقول الأعمى: لن أفتحها لأنه من الممكن أن تنفتح لوحدها. قالوا له: ولكنها قد لا تنفتح، افتحها قبل أن يصل الأرض. قال: لا، إذا اقتربت من الأرض فتحتها. قال له: ولكنك أعمى لا تعرف متى ستصل الأرض. فقال: ربي يفتح المظلة إذا من عنده. هل هذا كلام يقبله عاقل؟ طيب، كما أن الأعمى لا يدري متى سيصل للأرض، فنحن أيضا لا ندري متى نصل إلى الموت. فهل نفتح مظلة التوبة الآن، أم نقول ربنا يهدينا يفتحها من عنده ونترك العمل؟ أظن أن الأمر واضح. هذه ليست توبة من الأصل يا عبد الرحمن، هذا ترك. فرق بين التوبة والترك. التوبة تكون لله، أما الترك فيكون لسبب آخر. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والحل بسيط، بما أنك على كل حال ستقلع عن المعصية فانوي في قلبك أنك تتركها لله وتتحول هذه إلى توبة، وانتهى الأمر. حتى لو جمعت بين النيتين ممكن، بحيث تنوي أنك تركتها لله ولأجل هذا السبب الدنيوي أيضا، لأن توبتك تصح إذا كانت نية الترك لله أكثر من النية الأخرى. نعم، تصح توبتك فيما تبت فيه، وما لم تتب منه ستحاسب عليه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن انتبه يا عبد الرحمن، إذا تبت بعد فترة من الذنوب فإنك لا تتوب فقط من الذنب، عليك أن تتوب من الذنب ومن تأخير التوبة، لأن تأخير التوبة عن المعصية هذه معصية أخرى يجب التوبة منها، وهذه مسألة دقيقة يعني عليك أن تنتبه لها. يوجد حل مريح لك يا عبد الرحمن، اعزم على توبة عامة، توبة من جميع الذنوب ما علمت منها أو ما لم تعلم، ربنا سيبدلها كلها حسنات بإذن الله عز وجل. نعم، تغفر جميعها بإذن الله عز وجل. أجل كلها، إلا الذنوب التي فيها حقوق للغير، لا بد مع التوبة أن ترجع الحقوق لأصحابها. مثلا أموال أخذها العبد من الناس بغير حق، لا تكفي التوبة بل لا بد من إرجاع الأموال. شخص شهد على شخص آخر زور فسجنوه، الآن لا يكفي أن تتوب إلى الله فقط، لا بد أن تخرج السجين، وهكذا. أولا حاول قدر المستطاع أن تصل إليه، أو أن تصل إلى من يدلك عليه، فإذا لم تستطع فتصدق بقيمة هذا المال، ولكن بنية الشخص المفقود، بحيث أنه يأتي يوم القيامة فيجد في صحيفته صدقة بقدر ماله، فلا يأخذ من حسناتك شيئا. ولكن انتبه يا عبد الرحمن، لو قدر الله لهذا الشخص أن يجدك في الدنيا أو أن تجده، فيجب أن تدفع إليه ماله ولو كنت قد تصدقت به، لأنه حقه في النهاية. وأما أنت فلن يضيع الله أجرك. تفضل طبعا. توجد علامات
من علامات قبول التوبة أن يكون إيمان العبد بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة، فهو في تطور مستمر. فإذا تاب من ذنب أحدث بعده حسنات وطاعات جديدة ما كان يفعلها قبل المعصية، وهذه من علامات قبول التوبة. شكرا عبد الرحمن، نراك على خير، وأنتم كذلك نراكم على خير.